يا هلا متابعيني، حياكم الله. اليوم راح اسوي لكم صالونة دقاق مع عيش ابيض، ويلا اسوي مع المكونات البسيطة والسهلة والسريعة. وايش هني عندي 3 شريط بصل، طبعا حسب الحجم وحسب كمية الدقاق اللي تسووهم. على الزيت بحمسهم، بعدين معاي احط الفلفل على حسب الرغبة. بحاول احمس البصل. بعد ما حمست البصل وطلعت ريحته، حطيت دقاق المخلي مخليتنه مسبقا. وطبعا اكثر من مرة سويت عندكم صالونة دقاق، طريقة سهلة بسيطة ولذيذة. وبعدين ما حمست كل شيء مع بعض، ضفت معاي طماط 1 و2 بطاط كبار وكوسة، واي خضار تحبونها عاد تضيفوا، بس انا احب هالمكونات عشان تطلع معاي غليظة وحلوة في نفس الوقت. تبى تضيفوا معكم اشياء بعد تزقي. بعدين ضفت البهارات. طبعا ما احب اضيف بهارات واجد في الصالونة، احب بهار اللي هو مال الدجاج وفلفل اسود وكزبرة وملح ومعجون طماط، فلفل احمر شوي وبابريكا. بعدين اخلطهم واخليهم 5 دقايق مع بعض على نار وسط. شوفوا اللون ما شاء الله، لو معانا ناضج البطاط وعادة تقدروا نفس المكونات بس تقلوهم قبل وتستوي معكم بهذا الشكل. بعدين رشيت عليه هيل، وهذه تكتفوا اذا مقلين كل المكونات. انا هني ضفت الماء لانه ما ناضج معانا البطاطس ولا مقليتنه ولا شيء، راح اضيف الماء واطول على النار واخليها تقريبا ربع ساعة الى نص ساعة. وهذا معنا تقريبا جهزت، وتقدموها مع عيش ابيض مع خبز اللي يريحكم. معنا نسيت انها الغدا كنت وبس حبيت اسوي لها عيش ابيض. عاد تسوي لها مع عيش شعرية او عيش اللي انتو تحبوه. وبس قولوا لي التجربة، كتبوا لي تعليقاتكم. عليكم ايش نقول، علينا وعليكم بمليون عافية.